تعلمون أن المشكلة في كرة القدم هي أن تعرف كيف تبدأ المباراة. لاعبو منتخب الجزائر يستطيعون القول أن التعادل يكفي للتأهل، لكن على المدرب أن يتخذ قرارا حاسما. هل سيلعب للفوز أم يجب أن يلعب بحذر؟ من خلال مشاهدتنا للمباراتين السابقتين أعتقد أن الاعتماد على الحذر الدفاعي لا يتلائم مع لاعبي الجزائر، وعليهم أن يلعبوا من أجل الفوز بالمباراة. بالنسبة لأي منتخب عربي أو إفريقي وصولك لمنتخب كأس عالم هو في حد ذاته إنجاز. ما عليكش ضغوطات، تقع في مجموعة ربما نوعا ما الناس بتقول ممكن تجتاز الإمكانية في اجتياز الدور الثاني، إنما أعتقد إن هي برضو في قبل البطولة انه لازم يحدد الدور الثاني وامكانيه الدور الثاني قبل ما البطوله تبدا. عناصر المنتخب الجزائري عناصر شابه، عناصر واعده، عناصر دايما نشأت في ثقافه اوروبيه، دوريات اوروبيه، عندهم لعيبه على احلى مستوى، صغار في السن، عندهم الطموح والرغبه، عندهم اختيارات اكتر من اختيارات منتخب 2010. يعني 2010 منتخب قوي ومنتخب بيملك لاعبين كبار، انما كانوا يعتمدوا فقط على 13 14 لعيب، انما في المنتخب ده عنده اختيارات كتير وعلى